اقسم بالله انا ما ضد فكره ان البنت تشتغل، انا ضد فكره البنت تشتغل ايه. في حاجات البنات ما ينفعش يشتغلوا فيها خالص. طلعنا نزلنا قبلنا ما قبلناش، البنت مش زي الولد. عاجبك كلامي عاجبك مش عاجبك كلامي، اخبط دماغك في الحيطه. عمر البنت ما كانت زي الولد، ولا عمر البنت هتبقى زي الولد مهما لفت الايام ومهما البنت اتعلمت ومهما اتطورت بتفضل بنت. يا جماعه غصب عنها بتفضل بنت. في حاجات عمرها ما هتعرف تعملها. ما شفناش واحده شغاله نجار مسلح الا حبه فئه صغيره، ودول بيستضيفوها في البرامج يسالوها انت ازاي عملتي كده. دي اول حاجه بتتسال، انت ازاي عملتي كده، بيبقى الموضوع غريب. انما عمرك شفت مثلا استاذه منى الشاذلي جايبه واحد شغال نجار مسلح وقالت له انت ازاي اشتغلت نجار مسلح؟ ما عادي الموضوع بالنسبه له بسيط. عمرك انت شفت حاجه من الحاجات دي قبل كده بتحصل؟ ما بتحصلش. الفكره كلها بقى ان ازاي البنات بتيجي تقول لك انا وانت واحد. لا مش واحد. اقسم بالله احنا ما واحد، لو هنحسبها واحد ونص. معروفه واحد ونص. ما انا مادام بطلع اجيب لك الفطار، ما دام انا بجيب الحاجات اللي فوق اللي انت بتعرفيش تجيبيها، ما دام انا اللي بنزل مواعيد بالليل بتاعت العملاء، يبقى انا وانت مش واحد. انا وانت بقى ما نقبضش زي بعض. ما ينفعش انت تقفلي ديل مع عميل وتقولي لي معلش اصل روح، اصل انا مش هينفع اروح. طب ما دام انا مش هينفع اروح، بينفع اقبض بس؟ بينفع اقف قدام مكنه الاي تي ام كده وخلاص؟ وانا بقى اخد فلوسي في ظرف؟ ليه بقى ظرف؟ ودايما الظرف كده بيبقى ملظلظ وما تفتحوش قدامهم، بيبقى فك. يعني هو نفس المبلغ بس فك، عشان انت كده تشوفه لوكه كده على بعضيها. فتحس ان الموضوع مرضي بالنسبه لك وتفتحه بره، يعني تفتحه وانت مروح، اللي هو ما تفتحوش هنا وانت ماشي. فما دام هي بترسي كده في الاخر، لا يبقى كل واحد فينا يشوف مكانه، كل واحد يتحط في مكانه الصحيح. بعدين انت لما بتتاخري الصبح، اصل انا مش عارف اي ظرف في اي حماده، فما حدش بيقدر يقول لك حاجه. بتمشي بدري، ما حدش بيقدر يقول لك تلت التلاته كام. ما احنا اللي بنشيل الشغل مكانك، ما في شباب موجوده، ما في خروف موجود بيشيل الليله. فهو الخروف ده اللي بيشيل الليله في الغالب، وهو اللي يعني بيلم وراكي. ازاي بقى بيبقى الموضوع واحد؟ ازاي انت اصلا بينك وبين نفسك ما بتتخيليش ان الشخص ده موجب معاكي، عامل معاكي فوق الصح بزياده؟ مش شايفاها، مش واخده بالك. طب بنقعد ليه طول النهار البنت زي الولد؟ ما هيش كمالة عدد. البنت زي الولد بس في حاجات تانية. مش زي الولد في الشغل، مش زي الولد في تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية برضو درجات. انا برضو عشان يبقى كلامي واضح، البنات بتتحمل مسؤولية، في بنات ارجل من الرجالة نفسها. انا ما عنديش مشاكل في الحتة دي. بس في شغلانات اقسم بالله لو وقفتوا على شعر دماغكم هتعرفوا تشتغلوها. والله ما هتعرفوا تعملوا فيها حاجة. فبلاش نغمة البنت زي الولد وانا وانت نقبض زي بعضينا. ما دام بقوم بدورك يبقى انا اخد اكتر منك. تقومي بدورك على اكمل وجه، انا ما عنديش مشاكل. لما بتقليش روح مكان زميلتك فلانه، يبقى انا تمام زي الفل، على قلبي زي العسل. انما بقى فكره اصل انا مش هوطي والشباب قاعده، اصل انا مش هطلع فوق والشباب قاعد، انما انت بتقبضي احسن من الشباب عادي. عادي خالص، على قلبك زي العسل، مفيش مشاكل. ده بالنسبه لك تمام، فاحنا كمان بالنسبه لنا الموضوع ده تمام. انا مش هعمل شغل، انا ما اقومش بدورك. انت اللي بتقبضي عليه تشتغلي عليه، وان انا بقبض عليه اشتغل عليه. ما ننطش بقى على شغل بعضينا. متفقين؟ جود نايت.